السلام عليكم ورحمة الله. تخيل معايا، وصلنا يناير 2026 وانت لسه بتحلم بنفس النسخة اللي كنت عايز تبقاها في 2025. ليه؟ لأن كل مرة بنقول هنعمل روتين ضخم، نصحى 5 الصبح، نروح جيم ساعة ونص، نقرأ 50 صفحة يوميا، وبعد 10 أيام بنكسر ونرجع زي ما كنا. النهاردة عايز أقولك إن السر مش في الكمية، السر في الاستمرارية الصغيرة. في 2026 العالم كله اتجه لفكرة اسمها مايكرو هابتس، عادات صغيرة جدا لدرجة إنك بالكاد تحسها، لكن لما تتراكم بتغير حياتك 180 درجة. خليني أوريك أقوى 10 عادات صغيرة هتفرق معاك فعلا لو طبقتها من بكرة. أول حاجة، قاعدة الاتنين دقيقة. أي مهمة عايز تبدأها خليها ما تتعديش دقيقتين في أول يوم. عايز تقرأ، اقرأ صفحة واحدة. عايز تتمرن، اعمل تمرين ضغط واحد. الدماغ مش هيقاوم حاجة صغيرة كده، وغالبا هتكمل لوحدها. تاني حاجة، اشرب كوباية مية أول ما تصحى قبل ما تمسك الموبايل، ده بيصحصح جسمك ويقلل التوتر ويخليك أكثر تركيز طول اليوم. ثالثاً، اكتب 3 حاجات انت شاكر ليها كل ليلة قبل النوم، مش لازم تكون حاجات كبيرة. القهوة الصبح، أهلك بخير، السرير دافي. الامتنان ده بيغير كيمياء دماغك ويخليك أسعد تدريجياً. رابعاً، حدد أهم مهمة واحدة بس في اليوم، مش 10. مهمة واحدة لو خلصتها هتحس إنك فزت، ده بيبني ثقة بالنفس أسرع من أي حاجة. خامساً، المشي 5 دقايق بعد كل ساعة قعدة، ده بيحسن الدورة الدموية ويقلل الإرهاق الذهني وبيخليك أكثر إنتاجية بدون مجهود كبير. سادساً، قول لا لشيء واحد يضيع وقتك كل يوم، سواء سكرول على السوشيال أو محادثة فاضية. كل لا صغيرة بتديك وقت أكبر لنفسك. سابعاً، اقرأ أو اسمع جملة تحفيزية واحدة كل صباح، جملة واحدة بس، زي أنا أتحكم في يومي. دي بتزرع عقلك بطريقة إيجابية من أول لحظة. ثامناً، رتب مكان نومك أول ما تصحى. السرير المرتب بيدي إحساس بالإنجاز ويخليك تبدأ اليوم بنشاط. تاسعاً، ابتسم لنفسك في المراية لمدة 10 ثواني كل يوم. يبدو سخيف، لكن الدراسات بتقول إن ده بيطلع هرمونات السعادة وبيزود الثقة بالنفس بسرعة. وعاشراً، كل ما تخلص مهمة صغيرة قول لنفسك بصوت عالي أنا جامد. الدماغ بيحب المديح وده بيخليك تستمر أكتر. الجميل في العادات الصغيرة دي إنها مش بتطلب منك تغيير كبير، بتطلب منك تبدأ صغير، ومع الوقت هتكتشف إنك بقيت نسخة مختلفة تماماً، مش لإنك عملت حاجة خارقة، لإنك استمريت في حاجات بسيطة. لو عايز تبدأ 2026 صح، اختار عادة واحدة من اللي قلتها، طبقها من بكرة، وبعد أسبوعين قولي في الكومنتات إيه اللي اتغير. أنا متأكد إنك هتندهش. لو الفيديو عجبك اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهات التطوير والتحفيز أول بأول. أنت قادر وأنا معاك خطوة بخطوة. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام.